ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كده النهارده هعمل معاكم البصاره، والبصاره من الاكلات الاقتصاديه الشهيره اللذيذه، وهي اكله مصريه قديمه طبعا زي ما انتم عارفين. هنعملها بطريقه سهله خالص، مش تاخد معانا لا وقت ولا مجهود، وفي نص ساعه تكوني مجهزاها وحطها على سفرتك. يلا بينا نسمي الله ونشوف هنحتاج ايه. علشان نعمل البصاره اللذيذه دي محتاجه ربع كيلو من الفول المدشوش، واكون نقعاه شويه ساعه كده ولا ساعتين، وغسلته وصفيته. هحط في الحلة وعليه بصلتين وسط، وكمان فصين توم او معلقة صغيرة من الثوم المفروم، وعليه مية مغلية، واغطي الحلة واسيب الفول لحد ما يستوي. شايفين الفول كده خلاص نفش واستوى شوية، يعني تقريبا 90% من السوا. وبعد كده بقى هحط عليه الخضرة، ودول حزمتين من الكزبرة. حطيت الكزبرة دلوقتي في المرحلة دي مش من الاول، علشان احافظ على اللون الاخضر. هغطي الحله واسيبها شويه تستوي، وبعد كده هضربها بالهاند بلندر، ولو ما عنديش يبقى هضربها في الخلاط، بس استنى عليها شويه لحد ما تهدى. بعد كده هزود عليها الملح ورشه شطه، ودي اختياري، وباكل من المرق الدجاج الفوريه. ودي البصلايه اللي هحمرها واحطها على وش البصاره. بصلايه كده وسط مقطعه جوانح، حطيت عليها رشه ملح ومعلقه كبيره نصها دقيق ونصها نشا. هدعكها كويس وهنزلها كده في شويه زيت، هحمرها. اول ما تاخد اللون البني الفاتح الجميل ده هبتدي اطلعها، وفي نفس الزيت هننزل بصلايه تانية متقطعه رفيع خالص او مبشوره. هحمرها لحد ما تاخد لون ذهبي كده فاتح. بعدين هنزل عليها معلقه صغيره من الثوم المفروم، وكمان معلقه كزبره ناشفه. هشوح كله، ودي الطشه اللي هنزلها على البصاره. هقلب البصاره كويس، وده القوام المظبوط بتاعها. وفي اطباق الغرف هبتدي اغرفها. ريحتها تحفة، وطبعا طعمها لذيذ جدا، وطريقتها سهلة زي ما انتوا شفتوا كده. هزينها من على الوش بالبصل اللي احنا حمرناه، جنب عيش بلدي بقى سخن ومخلل، وممكن كمان بصل اخضر، وبالهنا والشفا. وبس كده خلص الفيديو بتاعنا، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش ان عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب للقناة. شكرا ليكم، سلام عليكم.